في يوم الشهيد الفلسطيني يستذكر شعبنا من مضى من الأبطال الذين نالوا شرف الشهادة وهم يقدمون دماءهم رخيصة فداء لهذه الأرض الطاهرة. وإحياء لهذا اليوم المجيد نظمت اللجنة الشعبية للاجئين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وحركة فتح إقليم جنين وتحت رعاية محافظة جنين وفعاليات قرية عانين فعالية وطنية في مدرسة بنات عانين الأساسية. اليوم تنظم مدرسة عانين الأساسية بالتعاون طبعا مع التربية والتعليم واللجنة الشعبية للاجئين يوم الشهيد الفلسطيني. هذا اليوم الذي يجب أن يبقى حاضرا في أذهان طلبتنا ومعلمينا وكل الأسرة التربوية، سيما أن الكثير من الشهداء في فلسطين هم من الأطفال وهم من طلبة المدارس. واستذكر المشاركون التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء الأبطال ورووا بدمائهم آثار فلسطين وبذلوا أرواحهم ليستعيد شعبنا حريته واستقلاله من براثن المحتل الذي تمادى في الغطرسة والتنكر لحقنا على هذه الأرض، بالإضافة لتقديم فقرات وطنية لطالبات المدرسة تؤكد البقاء على عهد الشهداء. تكريما وتقديرا للشهداء الأكرم منا جميعا، قمنا اليوم بإحياء يوم الشهيد الفلسطيني في بلدة عانين المحاذية لجدار الفصل العنصري للتأكيد على قضية الشهداء والمطالبة بجثامين الشهداء المحتجزة لدى دولة الاحتلال الصهيوني. المجد للشهداء والحرية للأسرى. واحتضنت الفعالية بين ثناياها معرض صور للشهداء الذين يشكلون عنوان الحرية والفداء، فهم الكواكب التي لا تغيب في سمائنا ويعطرون أرضنا بدمائهم الطاهرة. سيبقى الشهداء شعاع النور الذي يضيء للثائرين طريق الحرية والكرامة، وستبقى دماءهم وقودا يشعل الأرض لهيبا تحت أقدام المحتل الغاصب. من مدرسة بنات عانين الأساسية غرب محافظة جنين، آمن بلالو، تلفزيون فلسطين.